التربية الحديثة ده مصطلح ظهر علشان خاطر ان احنا نبتدي يتحول الموضوع لعلم، ما بقتش مجرد التربية الناس بتربي وخلاص زي ما اهالينا ربونا واهاليهم ربوهم بس وهكذا. ربونا كويس اهالينا. ربونا كويس، بس النقطة هنا ان هم ابتدوا بقى يتطوروا في ان احنا ابتدى يبقى علم وكتب والناس بتدرس، وابتدى يتحول لانه خطوات بنمشي عليها علشان خاطر ان احنا نوصل لافضل نتيجة، فعشان كده ابتدى يبقى اسمها التربية الحديثة. ولكن اكيد ليها برضو مشاكلها ومضارها. يعني بيقولوا انتوا بتدلعوهم في التربية الحديثة، احنا كان زمان العيل يبقى ألف، فايه بقى يعني ايه الفرق؟ دي من مشاكلها ان احنا فتحنا السكه قوي، فبقى في حوار مفتوح. وبعض الاهالي بيفقدوا السيطره في الحوار، فبنلاقي ان ما بقاش بقى في نديه بين الطفل ووالده ووالدته. احنا بنتكلم وانا ليا راي، ولو هو صح هتسمعوه، لو هو اللي انا عايزه هيتعمل، وهكذا. فابتدى يبقى في فقد للسيطره جامد قوي الحقيقه الفتره دي. كل ما بنتطور اكتر وانا مش هزعق له وانا مش هلوم عليه وانا مش هعاقب وانا مش هعمل، وابتدي الاهالي يعني يخفوا قوي سيطرتهم على الولاد، فابتدى الولاد هم اللي يبقى ليهم الابر هاند او يبقى ليهم السيطره هم في التربيه، وكأن احنا مش بنربيهم بقى، هم اللي روافد الثقافه. هل زمان حتى قنوات التلفزيون كانت محدوده بشكل معين، البيئه بتاعتنا كانت محدوده، دلوقتي الولاد جهاز صغير بينفتحوا بيه على العالم. فهل ده برضو ممكن يكون ارتبط بمصطلح التربيه الحديثه، انه الاهل مش بس اللي بيربوا، مصادر متعدده؟ العالم بيربي. دي طبعا مشكله كبيره، لان برضو زمان الاهالي كان اللي انا عايز ابني يعرفه هو ده اللي بيعرفه، المنطقه اللي انا حاطه فيها اصحابه في فئه معينه مناسبين نفس المستوى الاجتماعي والثقافي. دلوقتي احنا بنلاقي الولاد على النت بيجيبوا من اي حته في العالم بيصاحبوا وليهم ردودهم وبيتكلموا، وبالظبط واشمعنى انا واصحابي كده وكلنا كده وانا هبقى اقل منهم ليه. وللاسف دلوقتي في المشكله ان الاهالي كتير بيبقى عندهم رعب ان انا مش عايزه اخليه اقل من اصحابه، فبيتحول الى ان تنازلات من الاهالي كتير قوي عشان ما يحسوش ان احنا مقصرين على ابننا وان هو اقل من اصحابه. فنلاقي ان في حدود كتير بتتفتح بكلمه ان انا مش عايز، يعني مش عايزينهم يبقى اقل من اصحابه. طب تعالي يعني اصل التربيه الحديثه دي امبريلا كبيره قوي، فتعالي كده نقول مثلا بحكم التعامل معاكي انت بيجيلك الولاد ايه ابرز المشاكل وفي سن كام بتبدا؟ ابرز المشاكل الحقيقه هو مشاكل العند الجامد قوي في الاطفال. عند لان احنا في سيطره، والاهل بتدلع ومش عايزينهم يحسوا انهم مش عايزينهم يحسوا انهم محرومين من حاجه، ومش عايزينهم يحسوا. الاطفال بقى بتيجي تطلب ان انا لا زي اصحابي، فهم بايتين مع بعض بره، انا عايزه ابات مع عند صاحبتي في سن 10 سنين، وده سن بدري قوي بنشوفه. ان لا انا عايزه اعمل كذا، عايزه اروح كذا، هلبس زي فلانه، اشمعنى صاحبتي بتعمل كذا، اشمعنى الناس على النت بيعملوا كذا، ما هم اطفال زينا هم بيعملوا، وهكذا. فدي من ضمن ابرز المشاكل، لان العند بيبقى بسبب المدخلات بقى الكتير. فكان الطفل شايف ان هو طفل واهله هم اللي ليهم السيطره، دلوقتي لا، هو شايف على النت حاجات كتير يقدر يقاوح بيها ويقدر ان هو يتكلم فيها. والاهالي برضو شالوا ايديهم شويتين من ان انا يبقى ليا سلطه. طيب ما هو الاهالي بقى رد فعلهم ايه للعند؟ هل بيدلعوا بزياده ويسيبوا، ولا بيعندوا هم كمان ويفرضوا سلطتهم؟ ايه رد فعل الاهالي؟ هما الاثنين غلط الحقيقه، ان انت تعند قوي وتفرض سلطتك بقوه. ولكن احنا نحاول نوصل لحلول وسط، وان احنا نهدي. يعني طول ما الطفل عنده زياده قوي احنا محتاجين ننزل شويه عنده ده، لان كل ما هنخبط في بعض كل ما الامور هتخرج بينا عن سيطره. والمشكله طبعا في بدايه العند خالص هو ان في دلع شديد للطفل، لان اهالي كتير بتشوف ان احنا الطفل هيتربى في اول 3 سنين، لا مش محتاجين، اما يبقى عنده 5 6 7 نبتدي نربيه. ودي مشكله كبيره، لان هو كبر وما ترباش. صح. لان الضمير اصلا بيتكون وينتهي تكوينه عند 6 سنين، فانت ما ربيتش ابنك وبعدين جاي بتقول طب هو بقى عنده المشاكل دي، هنبتدي هنا نعدل سلوك بقى. هو مش تربيه وخلاص تربى بالطريقه اللي انت كنت سايب الامور فيها، دلوقتي هيبقى تعديل سلوك بقى للسلوكيات الغلط الكتير اللي اكتسبها في اول 3 4 سنين.